شابان من سكان المدينة المنورة ذهبا إلى تركيا من أجل أخذ الراحة وشرب الخمر هناك بعيدًا عن عيون الشرطة ورجال الدين في السعودية. فلما وصل مدينة إسطنبول كان أول شيء فعله هو شراء الخمر، ثم ركب التاكسي وذهب إلى قرية ريفية بعيدة عن صخب المدن الكبرى، واستأجر غرفة عادية في فندق هناك حتى يفعل ما يحلو لهما دون أن يراهما أحد. وأثناء تسجيل أوراقهما لدى موظف الاستقبال في الفندق سألهما الموظف: من أين أنتما؟ فأجابه أحدهم: نحن من المدينة المنورة. ففرح موظف الاستقبال وأعطاهما جناحا كاملا بدل الغرفة إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم ومن حبه لأهل المدينة. فسعد الشابان وسهرا طول الليل وهما يشربان الخمر حتى سكر أحدهما، أما الثاني فبقي نصف سكران ثم ناما. وبعد ساعة من نومهما فوجئ بمن يطرق بابهما الساعة 4:15، فاستيقظ أحدهما وفتح الباب وهو متعب بسبب شرب الخمر والسهر، وإذا بموظف الاستقبال يقول له: إن إمام مسجدنا رفض أن يصلي الفجر لما علم أنكما من المدينة المنورة وأنكما هنا، فنحن ننتظركما بالمسجد. صدم الشاب من الخبر وأيقظ صاحبه سريعا وقال له: هل تحفظ شيئا من القرآن؟ فرد عليه أنه يحفظ الفاتحة وسورة الإخلاص فقط، لكنه لا يمكن أن يصلي إماما. وجلس يفكران كيف سيخرجان من هذا المأزق، وإذا بالباب يطرق مرة أخرى ويقول لهما الموظف: نحن ننتظركما بالمسجد بسرعة قبل بزوغ الفجر. فقام ودخل الحمام واغتسل، ثم نزل إلى المسجد وإذا به ممتلئ وكأنها صلاة الجمعة، فتسابق الحاضرون للسلام عليهما وتقبيل أيديهما والتبرك منهما، لأنهما يسكنان في المدينة المنورة في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أقيمت الصلاة وطلب من أحدهما أن يكون إماما، فتقدم وكبر تكبيرة الإحرام. فلما كبر وقال: الحمد لله رب العالمين، بكى المصلون وهم يتذكرون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الشاب: فبكيت معهم وقرأت الفاتحة والإخلاص في الركعتين وأنا لا أحفظ غيرهما. وبعد الصلاة انكب المصلون يسلمون علي ويقبلون رأسي ويدي. فكان هذا الموقف العجيب سببا في هداية هذين الشابين، والآن هما من أكبر الدعاة في البلد. أحيانا يهيئ الله لك أمرا لا يخطر لك على بال أنه قد يكون سببا في هدايتك.